أكيد سمعت عن أزمة الوقود اللي بتحصل في روسيا دلوقتي، واللي بشكل كبير سببها حملة الضربات بعيدة المدى اللي بتقوم بيها أوكرانيا علشان تدمر كل مصفاة نفط تقدر طياراتها المسيرة توصلها. مع ذلك المشكلة لسه أكبر بكتير من اللي باين. دي أسوأ أزمة واجهها الكرملين من بداية الغزو، سواء من الناحية الهيكلية أو السياسية. من الناحية الهيكلية، إحنا قدام أثر جانبي سلبي مفاجئ لحرب إيران. سياسياً، علامات زي دي بتكون مزعجة جداً للأنظمة الاستبدادية، لأنهم بيحاولوا يمنعوا المواطنين من إثارة المشاكل. وفهم اللي بيحصل في الكرملين كمان مهم جداً عشان نفهم اللي بيحصل في حياتك اليومية، وكمان اللي ممكن يحصل خلال أقل من 4 شهور في الكابيتال هيل. يلا نرجع لبداية مارس. حرب إيران كانت لسه بدأت، وإغلاق مضيق هرمز كان بيبتدي يسبب صدمات كبيرة في اقتصاد العالم كله. أسعار النفط الخام ارتفعت جدا، لأن حوالي 20% من تجارة العالم البحرية كانت محبوسة جوا الخليج. لو بصينا على العالم الأوسع اللي في حالة حرب، كان التأثير الواضح إنه الكرملين استلم طوق نجاة أشبه بالمعجزة. غزو أوكرانيا كان بدأ يؤثر بشكل كبير على ميزانية الحكومة الروسية، والتوقيت كان سيئاً جداً. وبسبب عوامل تانية كتير، أوكرانيا كانت بدأت تحقق أول تقدم ميداني حقيقي لها من سنين. بص، روسيا بشكل كبير مولت مجهودها الحربي من الفلوس اللي جابتها من تصدير الطاقة. كان باين إن حرب إيران حتزود أرباح الكرملين بشكل كبير، وده حيسمح له إنه يوسع إنتاج الأسلحة بسرعة، ويزود عروض التعاقد للناس اللي ممكن ينضموا للجيش. وبكده عدد أكبر من الرجال والمعدات حيصلح الوضع في الخطوط الأمامية. أوكرانيا طبعاً ممكن تحاول تقلل الضرر عن طريق ضرب موانئ تصدير النفط الروسية وأسطول الظل من الناقلات، بس النتيجة النهائية هتكون أسوأ برضو، مقارنة لو براميل النفط كانت بتتباع بأسعارها العادية. فعلاً المخاوف من أرباح الكرملين الاستثنائية تحققت فعلاً. بس في الوقت اللي الكرملين كان بيعد الروبلات بتاعته، بدأت أزمة تانية، وبرضه من المفارقة إن ده حصل جزئياً بسبب حرب إيران. فعلاً في أزمة وقود للمستهلكين في روسيا، والبنزين والسولار بقوا صعبين يتلاقوا وغاليين جداً لو لقيتهم. أوكرانيا هتاخد الفضل الأساسي هنا، وده عن حق. ده اللي بيحصل لما الضربات بعيدة المدى وقفت حوالي ربع لتلت قدرة التكرير في روسيا عن الشغل. وبرضه جزء من مشاكل روسيا الحالية بيرجعوا لمضيق هرمز. وإحنا كلنا كنا مركزين على الإغلاق اللي منع النفط الخام من المرور من نقطة الاختناق. إيران استغلت الفرصة وضربت مصافي في السعودية والإمارات والبحرين والكويت. مع إنه الضرر هناك ما كانش بنفس الشدة زي روسيا، لكنه فعلاً رجع المنطقة لورا. ولزيادة الطين بلة، شركات التكرير كان لازم تقرر هتعمل إيه كرد فعل للأزمة المستمرة دي. البنزين ليه تاريخ صلاحية، وعشان كده كتير من المصافي قرروا يقفلوا، لأنهم مش عارفين مصير المضيق هيكون إيه، ومش عايزين يدفعوا فلوس في تكرير وقود في الآخر هيتضطروا يرموا. القرار ده ما كانش سهل، ولما المصافي بتتقفل تشغيلها من جديد ممكن ياخد أسبوعين، وده بيخلي الشركات مش قادرة ترد بسرعة على حالة الشد والجذب بين ترامب وطهران. هيصعدوا ولا لأ؟ واللي شكلها عمرها ما تخلص. وعلشان كده لما وقف إطلاق النار، بدأ الكباتن الشجعان ابتدوا يسرعوا بنقل النفط الخام بتاعهم من خلال هرمز. أما البنزين في الوقت ده ما كانش في وضع يسمح له يتحرك. تقدر تشوف إزاي روسيا بدأت تاخد إجراءات مضادة. الكرملين منع تصدير الديزل في شهر يوليو، وحاول يحافظ على استقرار الأسعار في البلد عن طريق منع شركات التصدير من استغلال الأسعار العالية براً. دي مش أول مرة الكرملين يجرب الحركة دي، وغالباً مش هتكون الأخيرة. لحسن الحظ، القصة دي اتغطت بشكل واسع في كل الاتجاهات السياسية، بس وصف القصة كان بيختلف حسب المصدر. المنصات اللي بتميل لليسار عرضت الإعلان ده كدليل إن حملة الضربات الأوكرانية شغالة وبتجيب نتيجة. المنصات اللي بتميل لليمين عرضته كإدارة أزمة وركزت على مشاكل التضخم.
أنا عرفت ده بفضل الراعي اللي رجع لرعاية فيديو النهاردة جراوند نيوز. بالنسبة للقصص اللي مش عليها تغطية واسعة، جراوند نيوز عندهم ميزة اسمها البقعة العمياء، وهي شوية قصص جانب واحد من الطيف السياسي تجاهلها بشكل كبير. دي طريقة سهلة علشان تتأكد إنك مش عايش في فقاعة حزبية. ولو دخلت على ground.news/lines on maps أو مسحت الQR كود اللي على الشاشة، تقدر تاخد خصم رائع 40% على خطة فانتج، واللي حتديك وصول لكل المميزات دي وأكثر. فشكراً تاني لجراوند نيوز على رعايتهم لفيديو النهاردة. دلوقتي في عالم بسيط، روسيا كانت هتحل أزمة الوقود بتاعتها عن طريق استيراد وقود أكتر من برا. ياريت لو كانت بالبساطة دي. أول حاجة، في مشكلة كل الناس بتواجهها دلوقتي، فرق التكسير. وقبل ما تقلب عينيك عليا، هو فعلا ده اسمه كده. أكيد بتسمع عن سعرين مرجعيين للطاقة في الأخبار، سعر برميل النفط الخام وسعر وحدة البنزين في منطقتك. وآسف للناس اللي بيحبوا يسموا بترول. الفرق بين الاتنين اسمه الكراك سبريد، وده الفرق بينهم بعد ما نحسبهم بالبراميل. ولازم ناخد بالنا إن النفط الخام بيتقسم كمان إلى ديزل، وده لأنه المصافي بتكسر الهيدروكربونات المعقدة اللي في النفط الخام وبتحولها لمنتجات أبسط نقدر نستخدمها. وفي نفس الوقت بيكون فيه فرق في الأسعار بينهم، وعشان كده بيطلع الاسم الغريب ده، فرق التكسير. المنتجات المكررة دايماً أغلى لأن فيها قيمة مضافة، بس فرق التكسير بيتغير مع الوقت، لأن البترول الخام والبنزين ليهم منطق العرض والطلب الخاص بيهم. عرض فرق التكسير بيقول لنا قد إيه من الأرباح بيروح للمصافي. عشية الحرب كان فرق التكسير $28.55. وقت كتابة الكلام ده هو حالياً $62.22، وده أعلى رقم وصلوا في تاريخه. لما البترول الخام يكون قليل بالنسبة لقدرة المصافي، ساعتها تكلفة الخام وطلب المستهلكين هما اللي بيحددوا السعر النهائي للبنزين اللي بيشتريه الناس. وده علشان كل مصفاة لازم تقلل السعر عن التانية علشان تضمن إنها تاخد جزء من المنتج. الفارق اللي بنشوفه بعد كده بيعكس إزاي المصافي محتاجة تغطي تكاليفها. وعلى العكس، لما البترول الخام يكون متوفر بكثرة لكن المصافي قليلة، طلب المستهلك هو اللي بيحدد السعر النهائي. موردين البترول الخام لازم يخفضوا أسعارهم وينافسوا بعض علشان يقدروا يبيعوا في السوق. المستهلكين مش بيستفيدوا من التوفير ده لأنهم لسه مستعدين يشتروا زي ما كانوا قبل كده، وعشان كده مفيش داعي إنه المصافي تكون أكتر تنافسية. إحنا دلوقتي في الحالة التانية دي. رغم كل الدراما اللي بتحصل في الخليج، مخزون النفط الخام زاد، أما مخزون البنزين بالعكس قل. يعني عندنا فائض كبير من النفط الخام، على الأقل بالنسبة لقدرة المصافي. المصافي هي اللي بتتحكم في السوق دلوقتي، عشان كده الفرق كبير بين سعر النفط الخام وسعر البنزين. وبسبب إن في طاقة مصافي كتير مش شغالة دلوقتي، أسعار البنزين في المحطات لسه عالية. فعلشان تحافظ على هدوء أعصابك وانت بتتفرج على الأخبار، من فضلك تجاهل اللي بيحصل في سعر النفط الخام. ممكن يكون ليه أهمية بعدين، بس دلوقتي ملوش أي تأثير، حتى لو لسه هو محور معظم نشرات الأخبار. المعلومة دي مش مهمة ليك إلا لو عندك مصافي بترول وبتحب فرق التكرير وبتستمتع بأرباح غير متوقعة. دلوقتي ممكن تتساءل ليه الشركات مش بتجري تبني مصافي أكتر؟ في الآخر في أرباح استثنائية ممكن تتعمل. هما إيه؟ أغبياء؟ المشكلة أن بناء المصافي بيحتاج رأس مال ضخم جدا. ممكن تحتاج تدفع 10 مليار دولار وسنين من البناء عشان تبدأ واحدة، وبالتالي بيستغرق عقود طويلة عشان واحدة منهم تبدأ تحقق أرباح. للأسف بالنسبة للجزء ده من الاقتصاد العالمي، حرب إيران مجرد حدث عابر. اتجاهات استهلاك البنزين استقرت بسبب كفاءة الوقود الأعلى وثورة السيارات الكهربائية. ولو ضفنا جائحة خلت كتير مننا يشتغلوا من البيت، الطلب بقى شكله ضعيف.
مفيش شركة نفط عايزة تكون في موقف تخسر فيه مليارات الدولارات عشان ما عرفوش يقروا اتجاه الرياح. العالم بقاله أكتر من 10 سنين واقف على حافة أزمة نقص وقود، وإحنا دلوقتي بس ابتدينا نحس بيها. عشان كده كل مصفاة ممكن تشتغل دلوقتي، فعلا شغالة دلوقتي. بس ده مش كفاية. في بعض المصافي لازم تخضع لصيانة دورية، وفي مصافي تانية في روسيا لازم تخضع لصيانة مفروضة من أوكرانيا، وفي مصافي تانية لسه ورا هرمز ومحتارين زي أي حد تاني عن اللي ترامب بيعمله هناك. دي مشكلة مش هتختفي قريب، وبتخلي الجمهوريين في الكونغرس متوترين جدا. أسعار الطاقة العالية والتضخم المرتفع عمرهم ما كانوا خبر كويس للحزب الحاكم. ولو مش شايف إنه كل ده هيتحل فجأة قبل نوفمبر، يبقى ممكن نشوف اكتساح ديمقراطي ممكن يكون جاي. أيوة، المفروض يكون في مصافي أكتر اتفتحت في الوقت ده، وكمان الطلب الموسمي على البنزين هيكون قل. بس الضرر ممكن يكون حصل بالفعل وقتها. على أي حال نرجع لروسيا، لأن المشكلة هناك بطريقة ما أسوأ. بالنسبة لأي حد تاني عايش في سوق طبيعي وكفء، حل مشكلة نقص الوقود في روسيا بسيط وواضح. ابتلوا التقنين، ابتلوا تحديد العربيات اللي أرقامها زوجية في الأيام الزوجية والفردية في الأيام الفردية. اشتروا بس نفط أكثر من السوق الدولي وسيبوا العرض يقابل الطلب. يا ريت لو كانت بالبساطة دي. روسيا عندها شوية عوائق في الطريق. أولاً، موسكو عندها عدد محدود من الدول الشريكة اللي تقدر تتواصل معهم هنا. ده ما بيمنعش الناس في الكرملين من المحاولة، وبيلاروسيا وكازاخستان والهند بيوفروا شوية دعم. بيلاروسيا وكازاخستان ما عندهمش كميات كبيرة متاحة، وكمان عندهم نفس المخاوف السياسية تقريباً بخصوص ارتفاع أسعار البنزين. وبالتالي سوق المستهلكين لسه مش هو اللي بيحدد البنزين يروح فين عن طريق آليات التسعير. الهند وضعها أكثر إثارة للاهتمام، وده مش بس كده، لكن كمان من المفارقات إن روسيا بتستورد منتجات مكررة من النفط الخام اللي كانت هي أصلاً صدرته للهند. بس الموضوع مش بالبساطة دي، يعني مش هتحط النفط على نقلة وتروح تفرغه في سانت بطرسبرغ وخلاص. أنت محتاج محطات رسو متخصصة للنفط، ودي روسيا مش عندها منها كتير. وهي ليه أصلاً يكون عندها؟ هي تقدر تنتج كل البنزين اللي محتاجاه بنفسها، يعني على الأقل لما أوكرانيا كانت لسه بتسمح لروسيا تعمل كده. والأسوأ من كده، روسيا مش هتقدر تبني البنية التحتية دي بسهولة. نفس الناس اللي كانوا بيعملوا كده عادة مشغولين دلوقتي، وهم بيحاولوا يصلحوا الأضرار اللي أوكرانيا بتسببها لمحطات النفط والغاز. المشكلة دي حادة بشكل خاص في شبه جزيرة القرم. روسيا وقفت نقل كميات كبيرة من الوقود عبر جسر القرم، خوفاً من أن أوكرانيا تهاجمهم بطائرة بدون طيار ضعيفة القوة وتعمل انفجاراً أكبر بكثير. الخيار الثاني هو تشغيل الشاحنات على طريق حلقة أزوف، بس أوكرانيا بتخلي الطرق دي غير صالحة للسير بسبب ضربات الطائرات بدون طيار متوسطة المدى. الخبر الكويس إن لسه فيه طريق البحري عشان ينزلوا الإمدادات. استنى، سيبك دلوقتي. لو أنت بوتين دلوقتي، غالباً هتكون زعلان من كل اللي سمعته في الفيديو ده لحد دلوقتي. وبما إن ده الوضع، الأفضل تقعد، لأن دي تقريباً أسوأ أزمة سياسية ممكن تمر بيها. إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده 1000 مرة قبل كده، لكن المشكلة الأساسية لأي ثوار محتملين ضد حكومة استبدادية هي عدم التأكد إنهم لوحدهم. دي فكرة سيئة جداً جداً، إنك تحاول تواجه قوات الأمن، إلا لو الحركة كانت كبيرة لدرجة إن قوات الأمن نفسها تقلق على سلامتها لو حاولت تتعامل مع المتظاهرين. وبالتالي الحكومات الاستبدادية بتعمل حملات تضليل على مستوى أعلى. هم مش بيقلقوا قوي إذا كنت فعلا بتحب الحكومة أو مش بتحبها، ده صعب السيطرة عليه. بدل كده بيبذلوا مجهود أكبر عشان يقنعوك إن الناس التانية راضية عن شغل الحكومة. ده ممكن التلاعب بيه، وفعال بنفس الدرجة في إقناعك إنك ما تخرجش للشارع. شوفوا الجدار الناري العظيم في الصين كمثال عملي على المبادئ دي. طيب دلوقتي فكر في ده بالنسبة لأسعار البنزين. إيه اللي شايفه هنا؟ هل ده حاجة بتفرحك؟ غالباً لا.
بس ده حاجة لازم محطات البنزين تعرضها، عشان هو سعر لازم المستهلكين يعرفوه. وكمان ده سيء جدا للطغاة. ده مش مجرد لافتة بتخليك تتعصب، دي لافتة بتخلي كل الناس التانية تتعصب كمان. ودي لافتة انت عارف إن كل الناس شايفينها، فانت عارف إن كل الناس متعصبة. مفيش هنا استسلام صامت، يعني إنك بتسكت عن إحباطك عشان مش متأكد إذا كان في حد تاني مختلف معك سياسياً. الأسعار العالية بتأثر على الكل، وكل الناس شايفة اللافتات دي في كل مكان وهم سايقين في المدينة. وعشان كده دي أسوأ أزمة واجهها الكرملين من بداية الحرب. على الأقل مع رد الفعل العكسي لتعبئة خريف 2022 الكرملين كان يقدر ياخد خطوة بسيطة ويرجع في السياسة دي. هنا مفيش حل سحري لنقص البنزين، لازم يجي من مكان ما، ومحطة البنزين اللي بقت بلد بالاسم ما بقتش حتى تقدر تدعي اللقب ده. مفيش حلول بسيطة هنا برضو، دي عاصفة لازم الكرملين يتحملها لحد ما سوق البنزين العالمي يهدى، أو روسيا تلاقي طريقة تحمي بيها الإمدادات المحلية بتاعتها. ولا أي احتمال من الاحتمالين دول باين إنه قريب. روسيا ممكن تحاول تطلب من إيران تفك قبضتها عن مضيق هرمز، بس الكرملين مش بيتحكم في قوة التفاوض بتاعة إيران، المضيق هو اللي بيتحكم. روسيا كمان ممكن تحاول تطلب من حلفائها التانيين مزيداً من الوقود المكرر، بس كلهم حكومات استبدادية وكلهم قلقانين من نفس المشكلة اللي قلقان منها بوتين. هم بس عندهم سيطرة أحسن على الوضع. ده مش معناه إن بوتين حيسقط فوراً، فمن فضلك خد الأزمة الأخيرة في الكرملين بهدوء. بس دي مشكلة محتاجة حل، غير كده ده هو الاتجاه اللي الأمور ماشية فيه. شكراً تاني لجراوند نيوز على رعايتهم لفيديو النهاردة. ادخل على ground.news/lines-on-maps أو امسح رمز QR اللي ظاهر قدامك على الشاشة علشان تاخد خصم رائع 40% على خطة فانتج. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.